السلام عليكم. النهاردة هنعمل الصينية القمر اللي انتوا شايفينها دي. بنشوفها في السوبر ماركت بس ما بنشتريهاش، بنخاف نعملها او ما بنعرفش نعملها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي وهوريكم هي ايه. الصينية دي سهلة جدا وطريقتها سهلة جدا وطعمها خرافي وحكاية بجد. اول حاجة بعمل العصاج العادي بتاعنا، انا هوريكم انا بعمله ازاي. اول حاجة بحط زبدة على طاسة وبحط بصل، بخليه كده ياخد لون ذهبي. هحط بقى مرقة ودي اختياري، لو حطيتوها ما بتحطوش ملح. بعد كده فلفل اسود والتوابل بتاعتي، انا حطيت بس 7 بهارات، انتي ممكن تضيفي البهارات بتاعتك. بعد كده بقى هنزل بمعلقة صلصة كبيرة، وبعد كده اللحمة المفرومة بتاعتي هشوحها كده. وبعد كده بقى هضيف عليها فلفل الوان، بيدي طعم حلو قوي. لو مش عايزين مفيش مشكلة، بس بدي طعم حلو. بعد كده بقى هحط عليها شوية مية وهسيبها تستوي خالص، ويبقى فيها انا عايزاها بعد كده يبقى فيها مية ما تنشفش خالص. بعد كده بقى هعمل البشاميل العادي بتاعنا اللي هو زبدة على النار، وهحط معلقتين كبار من الدقيق وهقلب ياخدوا لون ذهبي. هنزل عليه باللبن وهسيبه لغاية ما يتقلب، ملح وفلفل. هو ده بقى البطل بتاعنا، المكرونة الاسطوانية او الكانيلوني. هنعملها بقى، انا لقيت احسن طريقة لان زي ما انتم شايفين هي مش كلها اسطوانية. هحط بالمعلقة كده زي ما انتم شايفين، سهلة جدا، او ممكن بايديا. لكن موضوع الكيس الحلواني ده بيبقى صعب قوي ومش كله اسطواني. كده خلصت الكمية بتاعتي. هجيب بقى صينية، اي صينيه انتوا عندكم، هحط في القاع كده زي ما انتم شايفين بشاميل ورصاصه، وبعد كده عليه صلصه متسبكه عاديه جدا، طماطم على النار. وبعد كده هرصص فيها المكرونه بتاعتي الكانونوني، وهحط بعد كده شرايح الجبنه الرومي، بتديها طعم حلو قوي، ولو مش عايزين ما تحطوهاش، والموتزاريلا من فوق. بعد كده هنزل بالصلصه، وبعد كده هحط عليها الطبقه الاخيره من البشاميل. وكمان هسويها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هحط الموتزاريلا عليها من فوق كده، وهحطها في الفرن. هتطلع زي القمر. وطبعا احنا ما بنسلقش المكرونة قبل ما بنحطها، بنعملها زي ما هي، وهوريكم ازاي بتبقى طرية ومستوية المكرونة. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا طلعتها وهوريكم مستوية خالص، مش محتاجة انها تتسلق قبل ما نعملها. بصوا طريقة ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك، سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تقولوا لي نفسكم اعمل لكم ايه، ويا رب تتفاعلوا معايا في القناة. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.